السلام عليكم. اليوم بتاريخ 19 جوان، تقريبا الساعة 23 11، يعني بعد تقريبا نص الليل توا. نساء مثقفات، أساتذة شباب وطفولة، مضطهدات، بعد ما كان حلمنا قريب يتحقق، وبعد ما كان الانتداب على الأبواب، ما رعنا اللي السيدة الوزيرة قررت وعلى غفلة انها تبدل الانتدابات اللي كانت منذ 1993 في وزارتنا بالملفات في دوسيات تتحسب بالأقدمية في التخرج وبالنقاط العمر. السيدة الوزيرة ظهر لها باش تخرج قرار في الرائد الرسمي اللي الانتداب باش يولي عن طريق الاختبارات، وهذا حاجة ما تساعدش العباد اللي استنت 15 سنة، اللي صبرت، اللي قالوا لها راكي مازلتي صغيرة اصبري شوية حتى ننتدبوا اللي قبلك. وقت اللي وصل لنا الدور، ووقت اللي وصل الناس باش ينتدبوها كيما زملائها وكيما الدفعات اللي قبلنا وكيما الناس اللي تخرجت تبعانا اللي انتدبوهم عن طريق الملفات واحتساب النقاط. احنا قالت لك لا، باش نبدلوا بالاختبارات وباش نتناظروا مع عباد تخرجت 2025 و2026، وباش ترجع المعدلات نتاع سنوات الجامعه ومعدلات الباك. ما فهمتش احنا شنو علاقتنا بمعدلات الباك، واحنا عندنا معدل سنه التخرج هو الوحيد اللي تعتمد الوزاره منذ اكثر من 15 سنه. بالنسبه لنا القرار هذا هو بمثابه فتح باب للفساد، للمحسوبيه، للرشوه، ونحن نعرفوا ايش معناها مناظرات في دولتنا، نعرفوا اللي نجم يصير فيها كل شيء. الفساد، الرشوه، المحسوبيه. علاش من كانت بالشفافيه وبالمصداقيه، وكل واحد يعرف الدور نتاعو، وكل واحد يعرف شكون قبله وشكون بعده، والناس الكل تستنى وصابره. هاني باش نخلط، ها وصلت للسكور. فجاه تولي الناس الكل مش عارفه شكون خدم وشكون ما خدمش، وعلاش نتدبوه هو وانا لا، وشنو اللي صار في الشفاهي باش هو خذوه وانا لا، وتولي فيها محسوبيه وفساد، وتولي بالحق معناها بالنسبه لنا نحن انهم يتبدل الكريتير نتاع المناظره. كارثه على ناس، جيل كامل، كارثه على ناس استنت، كارثه على عائلات وصلها الدور وكانت سيئه باش تخدم. بالنسبه لنا نطالبوا ومتمسكين بحقوقنا في الانتداب كما زملائنا، نطالبوا المجتمع المدني باش يوصل لنا صوتنا، نطالبوا الجمعيات، نطالبوا من السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية انه يشوف لنا وضعيتنا، انه يطلع على قضيتنا. عنا ما نحكوا له. بالنسبة لنا هو الوحيد اللي نجم يحل لنا ويرفع علينا المظلمة، خاطر هذا هو هذا ظلم بالنسبة لنا. حاجتنا بالسيد الرئيس يجينا ويرفع علينا هالظلم. هذه وضعية أساتذة الشباب والطفولة خريجي قرطاج درمش. شوفوا زملائكم، شوفوا كيفاش بايتين الماء يقطر عليهم، شوفوا كيفاش بايتين على القاعة، شوفوا الوزارة كيفاش مسكر عليهم. على الأقل يقدر ربي وما تنجموش تجود بيتوا، على الأقل سندوهم في الوقفات في النهار، على الأقل راهو ما يجيش هكا، والله عيب.